بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حسن أحمد علي الشهير بحسن عضو، آخر ملوك الزجاج في مصر وأوروبا. طبعا المهنة دي اكتشفت في تل عمارنا في عصر إخناتون، وأنا خدتها أبا عن جدا، ولحد دلوقتي أنا مستمر فيها. وعشان ما تنكرتش وإحنا بنساعد إن المهنة دي مصرية، فإحنا مهتمين بيها أبا عن جدا، وبعلم أولادي وأنا مستمر فيها بقالي 55 سنة لحد النهارده. ومع كل البرامج إن أنا كنت بطالب على مدى عمري إن أنا أعمل مدرسة أعلم فيها النشء للزجاج اليدوي، وطبعا أنا بدي كورسات للفنون التطبيقية. محمد حسن الشهير بمحمد ودود، عندي 31 سنة. طبعا أنا متعلم خريج سياحة وفنادق، بس أنا كنت بخلص المدرسة وكنت باجي بشتغل مع بابا في المصنع لأن أنا كنت حاببها. طبعا المهنة ديت محدش بيعرف يشتغل فيها غير اللي يكون حابب الفن. فطبعا احنا بندي كورسات للطلبة بتوع الفنون الجميلة والفنون التطبيقية، ويجيلنا ناس من دول أوروبا بيتعلموا المهنة ديت. فاحنا طول عمرنا طبعا بابا بيناشد ان هو يعمل مدرسة لتعليم الإزاز النفخ في مصر، لأن المهنة دي طبعا داخلة في كذا حاجة، في كذا حرفة زي النحاس والخشب. وطبعا احنا بنرمم المساجد الأثرية القديمة، يعني أي حاجة، أي مسجد أثري قديم داخل فيه الحاجات الشبابيك المعشقة أو المشكوات اللي هي القديمة دي، لما بتتكسر أو بيحصل فيها هالك بيرجعوا لنا طبعا علشان خاطر احنا نعيد ترميم الإزاز اللي بيبقى داخل المساجد الأثرية. طبعا المهنة دي ما فيهاش حد كتير موجود دلوقتي، احنا حوالي 3 4 آخر ناس بنشتغل في المهنة دي.